السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناة إن شاء الله بإذن الله. جمعة طيبة عليكم جميعا إن شاء الله. والنهاردة عندنا الحلقة بتاعتنا دسمة شوية وزحمة شوية، عندنا أخبار كتير جدا عايزين ننقلها لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله. طيب، أول حاجة عندنا هو موضوع احتراف زيزو واحتراف الشناوي. ده موضوع مغالاة نادي فيوتشر للاعب بوبو. واحنا قلنا الاهلي مخلص مع بوبو ومخلص بنسبة 90-95% مع نادي فيوتشر، بس ناقص رتوش بسيطة، والموضوع ده هنتكلم فيه ان شاء الله. دفع الغرامة بتاعت نادي الزمالك ورفع ايقاف القيد عن نادي الزمالك، والكلام ده ان شاء الله خلال 24-48 ساعه تلاقي الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده، والزمالك هيقدر يسجل لعيبه قبل ما يسافر السعوديه ان شاء الله في البطوله العربيه. طيب، هنبدا النهارده اخبارنا بالنادي الاهلي. والنادي الاهلي احنا عارفين النهارده كان عنده اجازه من التدريبات، وهيستأنف بكره ان شاء الله باذن الله التدريبات بتاعته. النهارده الكابتن خطيب عمل حاجه كويسه جدا جدا جدا، وعجبت الجماهير وعجبت اللعيبه، وعملت اثر كويس كده في النادي الاهلي. الخطيب النهارده استضاف كابتن ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. احنا عارفين ان ايمن اشرف كان اخر يوم ليه امبارح في النادي الاهلي ومضى للبنك الاهلي. الخطيب استضافه النهارده وعمل له حفل تكريم كده بسيط، وحب يوصل للراجل اللي هو انت مخلص، وانت راجل محترم، وانت لعيب اديت الاهلي كتير من ناشئين النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي، فالباب بتاع النادي الاهلي مفتوح لك في اي وقت بعد ما تخلص كوره. ممكن بقى ينضم لجهاز اداري، ممكن يدرب في الناشئين. فايمن اشرف ان شاء الله بعد ما يخلص كوره هيكون موجود في النادي الاهلي. كنا اتكلمنا عن الموضوع بتاع الاستاد، وقلنا موضوع الاستاد بنسبة 90-95% خلصان، وان شاء الله باذن الله كمان اسبوع 10 ايام بالكتير قوي الاهلي هيعمل مؤتمر عالمي للاستاد مع شركة ألنز الالمانية، وان شاء الله باذن الله هيعلن فيه عن مدينة رياضية وعن استاد النادي الاهلي. والاستاد ده ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجة كده يعني فخر لمصر وفخر للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. والاستاد هتبقى سعته الجماهيريه هتبقى 55,000 ألف مشاهد ان شاء الله باذن الله من الاستاد باذن الله. طيب، اتكلمنا ان شاء الله باذن الله على سوزا، وباكد النهارده للمره المليون اللي سوزا ان شاء الله باذن الله البرازيلي موجود مهاجم في النادي الاهلي. ليأكد كلامنا النهارده النادي بتاعه اعلن اللي هو اتعاقد مع راس حربة المنتخب الجنوب الكوري على في النادي. فكده ان شاء الله الكلام اللي احنا كنا قايلينه اللي سوزا موجود في الاهلي كده بنسبه كبيره جدا بيتحقق، وان شاء الله باذن الله احنا قلنا سوزا خلال يومين ان شاء الله يكون موجود في القاهره للكشف الطبي، وباذن الله الاهلي يعلن تعاقده معاه. طيب، اتكلمنا على سوزا وقلنا ان شاء الله هيبقى مفيد جدا، والمباريات اللي فاتت تبين لك اللي احنا محتاجين في النادي الاهلي، او الاهلي محتاج راس حربة قوي زي سوزا. راس حربة محطة هيدرز، راجل بيشوط برجليه الاثنين، راجل سريع برجله واسع. فان شاء الله باذن الله نتمنى له اللي هو ينضم للنادي الاهلي ويكون اضافة كويسة للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الشناوي والقصة بتاعت الشناوي احنا اتكلمنا عليه امبارح وقلنا العرض نادي النصر عرض ورفع العرض بتاعه تاني مع النادي الاهلي. الشناوي هو بين نارين، هو عايز يروح يلعب في النصر سنة او سنتين، وعايز يقعد في النادي الاهلي بحيث بيحقق ارقام وبيحقق امجاد مع النادي الاهلي وبطولات ممكن ما يحققهاش مع النصر. فالراجل لسه ما بين نارين. لو الاهلي تواصل مع اتفاق بين الشناوي والاهلي ونادي النصر على مبلغ كويس، اذا كان الشناوي يطلع اعاره او بيع نهائي، ده الكلام ده هيبان خلال اليومين 3 اللي جايين دول ان شاء الله باذن الله. طيب، بالنسبه لقفشه احنا عارفين الموسم الجاي ده اخر موسم ليه بنسبه كبيره جدا. الاهلي خلاص اتفق مع قفشه اللي هو هيمدد له 2 ان شاء الله، يعني قفشه كده لسه باذن الله اهلاوي 3 سنين كمان ان شاء الله باذن الله.
طيب احنا اتكلمنا على رضا سليم وقلنا اللي كولر مقتنع جدا باللعيب، واللعيب قلنا هيفيد جدا النادي الاهلي، وناس بتقول لا رضا سليم مش جاي، وناس بتقول رضا سليم جاي، واحنا اكدنا لكم ان رضا سليم ان شاء الله باذن الله هيكون لاعب في النادي الاهلي، والاهلي عن يعني فتره قريبه جدا هيعلن الكلام ده، ويعلن رضا سليم ان شاء الله باذن الله لعيب موجود عندنا في الزمالك ان شاء الله. بوبو والقصه بتاعت مغالاه بوبو. طيب نادي فيوتشر بيعمل حاجه كده مع بوبو يعني مش ظريفه بالنسبه للنادي الاهلي، لان الراجل عايز يروح يلعب في الاهلي، والاهلي مخلص معاه كل حاجه، بس المشكله في فيوتشر مغليه سعره قوي هو ومحمود مرعي. اللعيب جاي له نادي بيراميدز وعايز يديله مبلغ، يدفع للنادي مبلغ عالي شويه، واللي دخل في الموضوع وموضوع اللي عايز يتعاقد مع بوبو نادي الجونه. فالجونه دلوقتي بيتكلم مع نادي فيوتشر، وبيراميدز دخل في الموضوع وبيتكلم مع نادي فيوتشر. الاهلي عايز اللعيب واللعيب عايز الاهلي، واحنا قلنا ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره قوي هيكون موجود في النادي الاهلي. طيب خلال يومين فتره قليله قوي برضو هيكون بوبو في النادي الاهلي، والموضوع ده يعتبر خلصان بالنسبه للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هنشوف بوبو بالتيشيرت الاحمر في الموسم الجاي ان شاء الله، ويكون تيشيرت النادي الاهلي. طيب كنا عايزين نتكلم اللي احنا عندنا الثلاث مباريات اللي جايين دول مهمين جدا 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 وصعبين جدا جدا جدا. صعوبتهم في اللي انت هتلاعب بيراميدز، وبيراميدز عايز انت كسبانه في ماتش الكاس، وكسبانه في ماتش السوبر، كسبانه في الدوري الدور الاول، فالراجل عايز يعوض وعايز يكسب النادي الاهلي، فالماتش ده هيبقى شرس شويه من ناحيه النادي بيراميدز، واتمنى اللعيبه بتاعتنا يكونوا موفقين في اليوم ده ونقدر نفوز على بيراميدز ونواصل سلسله الانتصارات على نادي بيراميدز اللي هي الاخيره دي ان شاء الله باذن الله، ويكون الفوز الخامس على التوالي على نادي بيراميدز باذن الله. طيب الماتش بتاع بعد بيراميدز هيلاعب الاهلي، هيلاعب المصري، واحنا عارفين الماتش ده بيبقى صعب شويه ما بين فريق المصري وما بين فريق الاهلي، نتمنى برضو الاهلي يكون موفق في ماتش المصري، وباذن الله يقدر يحقق المكسب ان شاء الله باذن الله على نادي المصري. بعديه قلنا هنلاعب يوم 30 ان شاء الله نادي الداخليه. الماتش بتاع الداخليه ممكن يكون سهل كلعب وكفرقه، بس صعوبته اللي هو في الكاس، فمش محتاج اي استهتار او اي رعونه من اللعيبه. محتاجين ان احنا نخلص ماتش الداخليه بدري عشان نريح نفسنا، عشان ما نعملش زي ماتش حرس الحدود ونخش بقى في ضربات جزاء ونخش في شوط تاني نخش الكلام ده كله. كولر هيكون مشدد على اللعيبه ويكون مأكد عليهم ان احنا نخلص المطوشه دي الثلاث مباريات اللي جايين دول من الشوط الاول. طيب الزمالك، وهنتكلم على نادي الزمالك شويه. النهارده كان مستشار مرتضى منصور عامل مؤتمر في نادي الزمالك، وللاسف المؤتمر انتهى ب قطع الكهرباء عن نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور اتكلم اللي الصفقات اللي استاذ امير مرتضى عملها لنادي الزمالك، قال اللي هو ما استفادش ولا هو ولا امير ولا اي حد في النادي من اي سمسره في الموضوع ده، واتكلم على الفريق بتاعه هيبقى قوي الموسم الجاي، واتكلم على ان شاء الله باذن الله هيقدر يجيب صفقات جديده ان شاء الله باذن الله. احنا قلنا واتكلمنا ان الزمالك داخل له فلوس خلال الايام الجايه دي، وبالفعل دخل له جزء مبلغ كده فلوس، وقدر يسدد الغرامه بتاعه نادي سبورتنج لشبونه، الغرامه اللي كانت موقعه على نادي الزمالك وشيكابالا، وهي كان ايقاف القيد لمده 3 فترات. طيب الزمالك قدر يسدد النهارده الغرامه دي، وان شاء الله باذن الله بكره او بعده ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا خلال 24 ساعه 48 ساعه الاتحاد المصري هيعلن ان الايقاف بتاع القيد بتاع نادي الزمالك اترفع، وان شاء الله باذن الله الزمالك هيقدر يضم لعيبه قبل ما يسافر الى السعوديه في البطوله العربيه ان شاء الله اللي احنا بنتمنى فيها التوفيق لنادي الزمالك. واتكلمنا امبارح وقلنا ان نادي الزمالك بيفكر يضم محمود حماده و
عايز يضم كمان، بيتكلم على بوبو برضو في الايام دي، اليومين اللي فاتوا دول بيتكلم على بوبو، وبيتكلم على محمد حمدي الباك ليفت بتاع نادي انبي، و كام لعيب برضه هو مش عايز يقول اسمائهم، بس ان شاء الله باذن الله خلال الايام اللي جايه دي هيبان الزمالك بيتفاوض مع مين، ويقدر يضمه معاه وياخده معاه في القائمه بتاعته في البطوله العربيه. نتمنى للزمالك ان شاء الله التوفيق في البطوله العربيه، انا شخصيا اتمنى للزمالك ان شاء الله باذن الله يحصد لقب البطوله العربيه السنه دي. لو الزمالك كسب البطوله دي هيحقق حاجات كتيره جدا. اولا هيحقق بطوله في ظل اللي هو ما حققش بطولات الموسم ده، وهيحقق مكسب مالي ضخم جدا من البطوله دي، هيقدر يشتري بقى لعيبه، هيقدر يسدد بعض المديونات اللي عليه، ونتمنى للزمالك الخير ان شاء الله. فتوح والخوف من فتوح احنا عارفين ان الموسم اللي جاي ده اخر موسم ليه في نادي الزمالك. الناس متخوفين جدا اللي هو في شهر واحد، احنا عارفين في شهر واحد فتوح هيبقى فري يقدر يمضي لاي نادي. متخوفين من قصه فتوح اللي يكون مخلص مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بصراحه محتاج فتوح ويتكلم معاه، وان شاء الله باذن الله نتمنى لفتوح الخير، ونشوف هيستقر اذا كان هيكمل في الزمالك او هيحترف بره او هيروح النادي الاهلي. الايام اللي جايه دي هيبان ويثبت لنا فتوح هو عايز يروح فين ويلعب فين. زيزو واحتراف زيزو، احنا اتكلمنا على زيزو اللي جاي له عروض احتراف من 3 مليون دولار ل 4 مليون دولار. الزمالك بيفكر لو زيزو هيخرج للاحتراف مش اقل من 7 8 مليون دولار، وبصراحه زيزو يحتاجه. زيزو ما يقدرش يخرج يحترف او يروح يمضي اي حته، لان زيزو لسه ناقصه موسمين احنا عارفين في العقد بتاعه، فمش هيقدر يتحرك الا من خلال نادي الزمالك. احنا عارفين زيزو لعيب كويس جدا، حريف جدا، لعيب مفيد لاي فريق هيلعب فيه. والاهلي كان فكر في زيزو بس للاسف فكر فيه متاخر، وكان زيزو اخذ القرار، او الزمالك كان عرض عليه مبلغ مالي في التجديده اللي فاتت دي، والراجل قرر اللي هو يمضي لنادي الزمالك، ومضى للزمالك 3 سنين، عدى منهم سنه ولسه ناقص له سنتين ان شاء الله. هنشوف زيزو هيعمل ايه في الايام الجايه دي، واحنا عارفين ان الزمالك محتاج زيزو ومحتاج لعيبه كتيره جدا، بس لو زيزو اتباع هيقدر يحل مشاكل كتير جدا داخل نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله باذن الله الخير للانديه المصريه كلها، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الزمالك يظهر بمستوى كويس في البطوله العربيه، ونتمناه يحصد البطوله ان شاء الله باذن الله، و نشوف الزمالك فريق قوي الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله. في النهايه بشكر حضراتكم، وان شاء الله باذن الله تكون جمعه طيبه عليكم ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله اكون ضيف خفيف عليكم، واتمنى من حضراتكم الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، واتمنى منكم الدعم، وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.